ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم عروسة طمطم. ده البطرون بتاعها، الجسم والراس، ودي الايدين، والرجلين. الرجلين متقسمة على قطعتين، الساق ودي القدم بالشكل ده كده. الراس هنعمل منها 2 من القماش، اي نوع قماش طبعا يكون لون طمطم. والجسم هنعمل 2، والايد هنعمل منها 4، والساق او الرجلين منها 4، والقدم من كل حاجة، من كل قطعة من دول 2 بالشكل ده كده باللون الابيض. هبدأ ان انا دي الودان 4، بخيط كل 2 في بعض بالشكل ده، وبسيب الجزء اللي تحت ده فاضي، او قصدي مش متخيط. بعد كده بجيب كرتونة واحطها بالشكل ده كده، واخيطهم في الراس اللي انا خيطت 2 وسبت جزء من فوق عشان ادخل الودان فيه واخيطه. وده الجسم. هنبدأ ان احنا نحشي الجسم والراس، وكل قطع عملناها في بعض وخيطناها بالفايبر. هبدأ بالراس، وهنا الجسم حشيته فايبر برضو، وحطيت هنا عصاية شيش طاووق كده ودخلتها في الراس، وهخيط بحيث ان الراس تفضل ثابته ما تتنيش معايا. بعد كده هاجي للايدين، هعمل هنا زي كده احدد كأن صوابع للايد بتاعه طمطم، بخيط كده بالشكل ده، وبتنقل بعد كده للناحيه التانية بالشكل ده برضو. هنا خلصنا الايدين، هنيجي بقى للرجلين. الرجلين احنا بنعمل القماش كده، وبنخيط الجزء التحتاني فيه بالشكل ده، بحيث ان هو بيديني اما بخيطه وبقلبه بيبقى بنفس الشكل ده كده. انا هنا حشيتهم وهخيطهم في بعض بالشكل ده كده. الجزئين دول هخيطهم في بعض بحيث ان هم يبقوا قطعة واحدة بالشكل ده كده. وهنا بقى انا خيطت الايدين كمان والرجلين في الجسم، بنثبتهم بالابره والخيط عادي. بعد كده بقى هنيجي للشوز بتاع طمطم. بنعمل جزء كده يعني بالشكل ده، ومدياله كده زي انحناء من فوق. هخيط الجنب اللي هو من الناحيه اللي هناك ده كده زي ما شاورت لكم عليها. وبعد كده جبت الجزء التحتاني اللي هو نفس القدم اللي انا عاملاها للبطرون وخيطتها فيه، بحيث ان انا البسها لها كده. وبعد كده اثبتها بالشمع، وهنا زي اللي هو الابزين ده اللي بيتقفل بيه الشوز، هنحطه برضو ونلزقه في الجزء ده من هنا ومن هنا كده بالشمع. هنيجي بقى للفرو. اي فرو عندنا نقدر نستخدمه يليق مع طمطم. هلزقه هنا على الحرف الاول، وبعد كده بنلف ونلزق من ورا كمان، هنا من الوش وهنا من الظهر. بعد كده بقى هنيجي للعين. ده جوخ ابيض، رسمت رسمة العين وبلزقها كده هنا وهنا بالشمع. وهنا دي زي رموش او كحل اللي هي بتاعة طمطم، هنحطها برضو هنا كده باللون الاسود بالجوخ برضو.
القماش الجوخ اللي انا استخدمته في طمطم اللي قبل كده اللي كنت عاملاها معاكم السنة اللي فاتت كان احسن ان هو كان ماسك نفسه. القماش ده طري قوي فكان مش مساعدني هنا. وعملت البق برضو. هنيجي بقى للفستان بتاع طمطم. بنجيب قطعة قماش على مقاس الجزء التحتاني لطمطم، وهنيجي على الحرف من فوق واسرج كده سراجة عادية بالإبرة والخيط لحد نفضل نكشكش فيها لحد ما نخلصها كلها من أولها لآخرها. هتدينا الكشكشة دي. بعد كده هنحطها أو هنلزقها بعد كده في طمطم. هنيجي للكمام برضو نفس الشيء بس على صغير طبعا، وهنعمل زي كشكشة برضو كده في الجزء الفوقاني ده. وبعد كده هعمل برضو من تحت نفس الكشكشة عشان يبقى مكشكش من فوق ومن تحت ويديني النفشة دي. وهنا الجزء اللي هو عند الصدر يبقى بالشكل ده كده، وعاملة فتحة كده للرقبة. هنبدأ بقى ان احنا نثبت الكم بالشمع. لو عايزين تخيطوه عادي برضو بس انا ما عنديش مكنة كده كده فاسهل لي ان انا الزقه بالشمع، فانا هلزق كده واثبت الكم بالشكل ده. بعد كده هنيجي بقى للجزء التحتاني ده اللي هو الجيبونة دي، وعملت لها من تحت دي اختياري يعني كان عندي زي تل ناشف كده فحطيته من ورا عشان يدي نفشة شوية للفستان. وهلزقه بالشمع زي ما عملت معاكم في الكم. بعد ما لزقته هجيب ده شريط ستان ابيض وهلزقه كده عشان لو في اي خياطة او حاجة باينة ما تكونش باينة، فانا بغطيها تدي شكل للفستان وفي نفس الوقت تغطي لي الخياطة. عملت يعني واحدة وهعمل واحدة تانية كمان تحتيها بالشكل ده كده. وعملت طبعا الكمام برضو من الحروف بتاعتها. وهنا هحط هنا لولي كده عند كل جنب بالشكل ده كده. هنا جيت عند الصدر حبيت احط زي يعني حاجة اسمها صفرة كده، فجبت بتكون في فساتين طمطم، فانا جبت الدانتيل ده لقيته لايق مع الفستان وبدأت ان انا اعمل كشكشة كده، الزق هنا واعمل كشكشة بالشمع على الرقبة من قدام لطمطم بالشكل ده كده. بعد كده اجيب شريط اللولي ده والزقه هنا كده على اخر الرقبة مكان الخياطة عشان ما يبانش ان في خياطة هنا وهنا. هي طمطم بتكون لابسة ساعة، فانا حبيت ان انا اغير واعمل لها كأنها لابسة اسورة من اللولي بالشكل ده كده. لزقتها طبعا برضو بالشمع. وده الشكل النهائي لطمطم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. وتابعوني كل يومين بنزل فيديوهات عن ديكورات رمضان، وفي قائمة مجمعة عن الديكورات والزينة اللي انا عاملاها على القناة. واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده كل سنه وانتم طيبين عروسه بوجي وطمطم.
بطريقة سهلة. هاحاول نعملها يعني بطريقة غير مكلفة. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشير. هنا بقى جبنا طبعا هنبدأ نرسم الباترون دي أول حاجة اللي هنشتغل عليه عشان نعمل العرايس. هنبدأ نرسم الراس. طبعا أنا خدت زي خط كده في النص علشان هرسم يعني ببدأ أرسم نص الجسم بس عشان أنا هتني الورقة ديت وأقص بقى الجزء اللي أنا رسمته ده عشان الجزء التاني يبقى متساوي وزيه. الرجلين أنا هطولها شوية عن كده بس عشان الورقة ما كملتش، فهكملها في الباترون هتبقى برضو أطول ونفس الشكل كده بس على أطول حبة. ونبدأ بقى إن احنا نقصه زي ما قلت لكم، بنتني الورقة ونقص على الرسمة اللي احنا عاملينها. ده بوجي طبعا هو لونه يعني ده قماش جوخ عاملاه اللون اللي هو البيج الفاتح، عملت 2. اما طمطم فهتبقى نفس الباترون بس الدماغ بتاعتها اكبر شوية وعلى مدور شوية، فعملت لطمطم يعني راس تانية مختلفة. هنعمل 2 وطبعا بيبقى لونها اللي هو البامبا الفاتح. هنيجي للودان، عملت برضو 4 منهم وهخيطهم واقلبها واحط كرتونة كده فيها من كل ناحية عشان تبقى واقفة معايا. وبعد ما خيطت الباترون حشيته قلبته طبعا على كان على الظهر، قلبته على الوش وحشيته بالفايبر وسبت الجزء اللي فوق ده مفتوح عشان احط الودان وخيطتها بالطريقة دي. اما دي الرجلين اللي هي القدم عملتها بالشكل ده وهبدأ ان انا اخيطها برضو. خيطت الجزء ده كده وهنيجي الجزء اللي تحت هنعمل الجزء المدور ده اللي هو شبيه للودان وهنتنيه كده ونخيط الحروف بتاعته برضو عليه. ولو في زيادة بقى من اللي ورا ده هنقصها نخيطها طبعا بالشكل ده كده لحد ما تكمل معانا ونقلبها ونحشيها فايبر برضو. وبعد كده بقى نحط شمع او نخيطها زي ما انتوا عايزين، بس الشمع عادي بيلزق جامد جدا في قماش الجوخ، يعني الاسهل واللي انتوا تحبوه وتقدروا تعملوا. هنا خلاص خلصنا الجسم. هنيجي بقى حطيت هنا ده كان فرو كده، طبعا فرو لونه البامبا او اي لون عادي. وهنبدأ بقى نحط البق بقى والعينين ودي زي رموش ونلزقهم بالشمع. طبعا ده قماش جوخ برضو. طبعا انتوا لو مش عندكم قماش الجوخ عادي ممكن تستخدموا اي نوع قماش. هنيجي بقى للرجلين قصدي للشوز هنعملها كده برضو ونلزقها بالشمع ونزينها بلولي. جيت بقى عند الفستان، ده الجزء التحتاني اللي هو هيبقى منفوش للفستان النص التاني يعني، وهنحط نعمله كده على شكل مستطيل بالمقاس اللي احنا قايسينه بقى للعروسة بتاعتنا. وهنيجي نجيب جبير او اي حاجة متوفرة عندنا وهعمل شكل كده للي هي يعتبر زي جيبة كده، فانا عايزاها من تحت تبقى متزينة فعملت لها الجبير ده. وهبدأ اسرج من الجزء اللي من فوق ده، اسرجه كده وكشكشه بالشكل ده كده وهشيله على جنب اكمل الباقي. هنيجي بقى اللي هما الكمام، هنعمل برضو 2 صغننين كده نفس شكل اللي كنت عاملاها، نفس السراجة ونفس الطريقة اللي عملت بيها الجيبة بتاعت الفستان، كشكشت برضو كده. وهبدأ ألزق الكم من على ايد اللي هي طمطم عروسة طمطم بالشمع بالشكل ده كده اهو من ورا ومن قدام. عملت الناحيتين. هاجي بقى كمان ده الجزء الفوقاني حاولتني كده والزق على على حرف الكم اللي انا لزقته ده علشان يبقى شكله ان هو فستان. والناحية التانية برضو هنلزقها وقصيت كده حتة من عند الرقبة كده عشان تبقى مدية تدويرة
واكمل قص قصدي اكمل لزق، اكمل الفستان. طبعا بعمل نفس اللي بعمله من قدام بعمله من ورا. واظبط كده القماشة علشان تديني شكل فستان للعروسة بالشكل ده. وبعد كده هجيب الجبير وازين كمان الرقبة. نفس اللي عملناه ده من قدام هنعمله ورا. وهنيجي بقى للجزء اللي انا كنت عاملاه معاكم، اللي قلت لكم اللي هو زي الجيبة، تكملة الفستان. هنبدأ ان احنا بقى نلزقها على الوسط بتاع العروسة، ونلزقه برضو بالشمع ونظبطه، نظبط الطول ونظبط الشكل. وبعد كده بقى حطيت شريط ستان على الجزء اللي انا لزقته ده عشان ما يبقاش باين ان انا حاطه، يعني ان هي عملت بقى النص ده كده عشان يديني شكل. وبعد كده عملت فيونكايه كده، طبعا دي اختياري، بس انا عشان عندي الفرو عامل جزء كده في النص مش يعني باين ان هو مش يعني ما كانش عندي حته كبيره ففصل، يعني